أهلا وسهلا بيكم مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي الترم التاني. درسنا النهاردة بعنوان إفريقيا من الاستعمار إلى التحرر. أهلا بكم. التحرر الوطني واليقظة القومية عند الشعوب الإفريقية في بداية قرن العشرين كان ليها كده عدة أسباب. بعد الحرب العالمية يعني في 1918 عالمية الأولى كان في رئيس أمريكي اسمه ويلسون ده أمريكي قال من حق كل شعب تقرير مصيره، فزادت مطالبات حرية ومعاها ديمقراطية بعد شعور الاضطهاد وتدهور اقتصاد بلادهم. وظهرت نخبة وطنية نادوا بإيه بالحرية والاستقلال لبلادهم، وتنظيم حركات شعبية للمناداة بالحرية ومنع تمييز عنصري والاستعمار لبلادهم. في 1882 قالت بريطانيا مصر في نهاية عهد إسماعيل أوضاع مالية صعبة وديونها عالية، وبعده ابنه توفيق فازداد الأمر سوء. قالت دي فرصتي الهايلة لأضم مصر ليا، فأرسلت قوات بريطانية لفين الإسكندرية، وتواجهت مع قوات مصرية بقيادة أحمد عرابي اللي قال راح أدافع عن أرضي ده ترابي، بس للأسف انهزم لتفوق أسلحة بريطانية. ومن هنا الاحتلال بدأ للأراضي المصرية. قعدت بريطانيا كام سنة؟ 74 سنة. طب ليه أسباب احتلالها للأراضي المصرية؟ من أجل تحقيق أطماعها الاستعمارية، ولأجل تأمين تجارتها في الهند ومستعمراتها. مصطفى كامل كاتب صحفي كان له دور وكفاح وطني ضد الاستعمار البريطاني. بخطبه ومقالاته أيقظت في المصريين روح الوعي الوطني. 1907 أسس حزب الوطني وسافر إلى أوروبا للتنديد بسياسة الاحتلال البريطاني وجرائمه في مصر، ولكنه مات. جه بعده زعيم جديد كان اسمه محمد فريد تولى قيادة الحزب الوطني بعده، وكمان قام بإنشاء أول نقابة عمال 1909، ويشارك في مؤتمرات دولية لأنه بيسعى لشرح قضية مصرية والمطالبة بإنهاء الاحتلال البريطاني نهائيا عن مصر. مؤتمر الصلح بباريس ساعد زغلول على روحه، وكان في الرئيس ويلسون من حقه كل شعب تقرير مصيره، بس بريطانيا رفضت لمشاركته، رفضت وكمان اعتقلت سعد زغلول ورفاقه ونفتهم لجزيرة بعيدة، جزيرة مالطا البعيدة. بس بعد شوية عرفت إنها كانت غلطة كبيرة، بسببها قامت ثورة في مصر، ثورة كبيرة في 1919 دي خطيرة. فبريطانيا اضطرت للإفراج عنه، وافقت على سفره لفرنسا والمشاركة في المؤتمر اللي كان مخيب لأمال سعدي والمصريين. أصل اعترف باحتلال بريطانيا لمصر هو المصريين. فعاد سعدي زغلول لمصر سنة كام؟ بالظبط 22، واستمر في كفاحه من أجل مصر والمصريين. فأعلنت بريطانيا استقلال مصر سوريا، يعني حكمها موجود في مصر،
فعليًا. ضابط في الجيش جمال عبد الناصر، ده كان من ضمن الضباط الأحرار، أسسوا تنظيم وقاموا بثورة 23 من شهر يوليو في عام كام 52. طب ايه أسبابها؟ أسبابها استمرار تدخل بريطاني في شؤون مصر، وانتشار الفساد في الحكم بمصر، غياب الديمقراطية وسوء أوضاع اجتماعية واقتصادية. أما أهدافها هي إلغاء النظام الملكي وإقامة النظام الجمهوري في مصر، والقضاء على استعمار وإنهاء الاحتلال وبناء جيش وطني وطني قوي. وآخر أهدافها هي إقامة حياة ديمقراطية وعدالة اجتماعية. من الجزائر، فرنسا كانت بتستورد القمح بالقروض، فحاكم الجزائر قال لها كفاية، سددي ما عليكي من ديون، فهاجت وماجت وفرنسا قالت هحاصر سواحل الجزائر بالأسطول، والأولوية دي هي ليا في الامتيازات الاقتصادية والتجارية، وهتسقطوا عني كل الديون. الجزائر رفضت، ففرنسا احتلت الجزائر بالأسطول في 1830 بعد مقاومة من أهلها، ما كانوا ساكتين. بس بعدها ظهرت المقاومة ضد الاحتلال الفرنسي من أجل الجزائر وعودة أرضها. الأمير عبد القادر الجزائري نظم المقاومة وقلقان لها، واتخذ مدينة بسكارة مركزا لها. اعترفت بعدها فرنسا على غرب الجزائر ووسطها حاكما لها، حتى قامت تنظيم قوتها وعادت لقتاله فاستسلم لها. بس الجزائر قامت فيها ثورة، قامت من جديد 1954، شاركت فيها المرأة كجميلة بوحريد، فحاولت فرنسا القضاء عليها بالقوة والتشريد، لكن الثورة حظيت على التأييد الدولي والإقليمي، فنالت الجزائر أخيرا استقلالها 1962. مين يا ترى مين أول من طارد مين من جنوب إفريقيا سكانها الأصليين؟ مين أول مستعمرة؟ شركة هندي شرقية سنة 1652، كانت مليانة بمين؟ بالمستعمرين الهولنديين اللي طردوا السكان الأصليين في 1806 بالتمام. احتلت بريطانيا جنوب أفريقيا كمان، استمرت لنحو كام قرن من الزمان، مر في صراع مع السكان الأصليين، أدى اكتشاف الذهب والألماس إلى اندلاع حرب بين هولندا وبريطانيا انتهت بانتصار مين؟ البريطانيين، وتشجيع للهجرة لجنوب أفريقيا لمين؟ هيكون لمين؟ البريطانيين. من هنا اتخذت المقاومة أشكالا عديدة، منها مقاومة سلمية وعسكرية عنيدة. كانت المقاومة سلمية، مشاركة في مؤتمرات ومحافل دولية لشرح القضية. ومن المناضلين يا ترى كان مين؟ نيلسون مانديلا، قضى حياته في ايه؟ لمكافحة التمييز العنصري والمطالبة بايه؟ بالمساواة بين مين؟ أصحاب البشرة البيضاء وسكان الأصليين، متبعا سياسة إلا عنف رغم اعتقاله ل27 سنة، قد تمسك بما بدء ناجح في إنهاء التمييز العنصري،
وحصل على جايزة نوبل للسلام في سنة 1993 وانتخب كرئيس للجمهورية جنوب إفريقيا. 1994 لسنة 1999 انتخب من مين؟ من السكان الأصليين. وعلى فكرة سياسة اللاعنف هي المقاومة السلمية من أجل التغيير دون استخدام الإكراه أو القوة المادية. دور مصر في إفريقيا من أجل التحرر: تقديم مساعدات مادية وكمان العسكرية لدعم حركة التحرر، فتح مراكز للتدريب العسكري في بعض الدول الإفريقية لتدريب كوادر حركات التحرر، إتاحة فرصة اتخاذ القاهرة مقرًا سياسيًا وإعلاميًا لحركات التحرر، إنشاء إذاعات موجهة لدول إفريقية المحتلة بلغتها المحلية لمساعدة شعوبها وحركات التحرر.